السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا جايين مع بعض النهاردة هنعمل برجر فراخ بطريقة سهلة وبسيطة، وجبة سهلة جدا وهتسهل معاكي كل حاجة. تعمليها بقى بالطريقة دي، بصوا، مع طبق رز زي ده وسلطة يبقى حلو قوي. وجبة متكاملة. لو حابة تعمليه سندوتشات برضو تمام، يمشي سندوتشات في اي فطار او عشاء وغدا. يمشي غدا بالطريقة دي مع رز او سندوتشات زي ما تحبي، لكن هو سريع وسهل. يلا بينا بقى نروح على مقاديرنا اهي. معايا كيلو صدور فراخ انا مقطعاها، والبهارات بتاعتي اهي: معلقه ملح كبيره، ومعلقه صغيره فلفل اسمر، ومعلقه صغيره 7 بهارات، وهنا نص معلقه توم باودر، ونص معلقه بصل باودر، ومعلقه كبيره بابريكا، وهنحط معلقه شطه لو حابه. مش حابه الشطه خلاص تغني عنها اهي. دلوقتي بقى 3 معالق كبار بهارات برجر. اهم حاجه بهارات البرجر دي عشان هي اللي هتديك الطعم الاصلي بتاعه. و4 معالق نشا، وكوبايه زبادي وبيضه. البيضه والزبادي حلوين قوي مع البرجر، بيدوله تماسك وطعم. اروح افرم بقى الفراخ. لو انت ما عندكيش كبه ممكن تفرميها في كبه الخلاط العاديه دي، شويه بشويه كده يتفرموا معاكي بسرعه. دلوقتي انا فرمتهم اهو فرمه ناعمه زي كده علشان تبقى سهله معاكي وانت بتعجنيها. هنجيب بقى طبق واسع شويه عشان نعجن فيه كل المكونات. ننزل فيه بالفراخ والبهارات كلها، ونحط البيضه كمان معاهم، والنشا كمان 4 معالق نشا، وكوبايه الزبادي. لو طبعا هتعملي كميه اقل بتقللي، ونعملهم مع بعض كده بمعلقه ونعجن بقى بايدينا بالطريقه دي كده. نعجن عجنه كويسه. لو لقيتيها لسه طريه ومحتاجه معلقه نشا كمان تحط لها اهي، ومعلقه بيكنج باودر كنت نسيت اقول لكم عليها في الاول. نقلب بالمعلقه تقلبتين كده، نرجع برضو نعجن بايدينا اهي. عجنه كويسه كانك بتعجني عجين كده لحد ما كله يتماسك مع بعضه اهو. لو حسيتي طريه شويه ما تقلقيش خالص، حطيها في التلاجة نص ساعه قبل التشكيل اهو. انا حطيتها في التلاجة نص ساعه، جبتها نشكل بقى مع بعض. لو انتي طبعا ما عندكيش المكبس زي كده بتاع البرجر، ممكن تجيبي اي غطا ازاز زي ده عادي، وتجيبي اكياس بقى التلاجة تقطعيها كده. كل كيس كبير قطعته 4 بالشكل ده كده، وجهزتهم قبل التشكيل. نجيب الغطا بتاعنا بقى، نحط قطعة الكيس، وناخد حتة من العجينة البرجر بتاعتنا دي ونشكلها وننزل بيها في الغطا كده في قلب الكيس، ونتني حروف الكيس عليها كده بالطريقة دي اهي. ما شاء الله سهلة جدا، مش هياخد معاكي اي حاجة. حط كمان كيس، وناخد برضو قطعة من عجينة البرجر دي نكورها في ايدينا كده زي الكورة، وننزل بقى فوق الكيس جوه الغطا، ونتني حروف الكيس عليها كده ونبططها، ونقفل بقى بقية حروف الكيس عليها كده. هتطلع بالشكل ده معاكي حلوة قوي، وحاجة نظيفة عاملاها بايدك. بتاكلي وبتاكلي ولادك حاجة نظيفة انتي عاملاها بايدك وضمناها. نحط كمان برضو كيس اهو. نعمل ايه؟ نفس الطريقة دي نقفل الكيس عليها ونضغط، ونقفل بقى الكيس كله حواليها كده اهي. هعمل معاكم كمان واحدة برضو. نحط الكيس جوه الغطا، وناخد قطعة من عجينة البرجر بتاعتنا اهي، نكورها في ايدينا، نحطها جوه الكيس في قلب الغطا بالطريقة دي. نقفل بقى حروف الكيس ونضغط عليها اهو، يديكي شكل الغطا. لو عايزة حجم اقل قللي الغطا شوية، صغريه اهو. انا شكلت كل الكمية اهي، بسم الله ما شاء الله، طلعوا معايا حلوين اهم. حطيتهم في اطباق فل زي كده او في اكياس برضو زي ما تحبي. الطبق الكبير ده فيه 10، وكل طبق من الصغيرين دول فيه 5. طلعوا معايا 25 قطعة كبار ما شاء الله. انا مكبراه، عايزة تصغري صغري يطلع لك عدد اكبر. تعالوا بقى نجرب مع بعض كده. نحط فرشة زيت كده في طاسة. طبعا لازم يتحط في الفريزر الاول، يعني المفروض عشان يبقى متماسك معاكي وانتوا بتحطيه في الطاسة، بس انا مستعجلة عايزة اوريكم اهو. فانا لسه عاملاه اهو بالطريقة دي برضو حلو، يعني مش بيلزق ولا حاجة اهو ما شاء الله.
ننزل كمان واحدة، تفكيها من الكيس وتنزليها على طول كده في الطاسة بكل سهولة. اهو سهل جدا، نوريك خطوة بخطوة. اهو بعد ما يحمر بقى من ناحية ما بياخدش دقيقة، بتقلبيه على الناحية التانية بالطريقة دي. اهو ما شاء الله، بصي لونه جميل ازاي، اللهم صل على النبي، لونه حلو قوي. طلعوا بقى في طبق مع بعض. اللهم صل على النبي، شكله جميل قوي ولونه والسمك بصوا جميل ازاي، كبيرة ما شاء الله. عايزة تصغري الحجم ده حاجة ترجعلك براحتك. بسم الله ما شاء الله، بصي شكله بسم الله ما شاء الله جميل وريحته حلوة وطعمه حلو قوي. اهو بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اهي بصي البرجرية عاملة ازاي، بص متماسك ازاي ما شاء الله، متماسك والسمك حلو قوي اهو. عايزه بقى تعملي جنبه رز او مكرونه او اي حاجه، عايزه تعملي سندوتشات حاجه ترجعلك. انا هعمل جنبه رز النهارده اهو، سلطه اهو بالطريقه دي. بصوا يعني طبق رز مع شويه سلطه مع 2 برجر كده، بقت وجبه متكامله لاولادك او ليكي، كله بروتين وفراخ. يعني لو حد مش حابب الفراخ ياكلها بالطريقه ديت هتبقى حلوه قوي. والاطباق بقى كده تعبي بقى بقيه البرجر بتاعك كده في اطباق وتحطيه في الفريزر. في نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.